بدأت حياتها كلاعبة جمباز وحققت العديد من البطولات. سرعان ما تحولت إلى راقصة ثم راقصة أولى بأكبر فرق الفنون الشعبية بمصر. لفتت أنظار كبار المخرجين فاتجهت إلى عالم الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح. صنعت لنفسها مكاناً عظيماً في عالم الفن. إنها نجمة الفرقة القومية للفنون الشعبية بمصر سابقاً، الفنانة القديرة عايدة رياض. ولدت عايدة رياض راغب شحاتة بالقاهرة، وتعد من أبرز وأشهر الشخصيات الفنية والمسرحية في عالم الفن والتمثيل في السينما المصرية، والتي تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في مسيرتها الفنية، والتي جعلتها تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة النطاق في مختلف دول العالم العربي، حيث بدأت حياتها الفنية كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية وعمرها 12 عاماً، وأصبحت الراقصة الأولى فيما بعد. وعن طريق الفرقة بدأت بالانطلاق إلى عالم الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح. بلغ مجمل أعمالها الفنية ما يقرب من 300 عمل فني، ما بين مسلسلات تلفزيونية وأفلام سينمائية وأعمال مسرحية شاركت فيها كبار نجوم ونجمات السينما. قدمت مسرحيات كثيرة، منها واحد ليمون والتاني مجنون، جوز ولوز وغيرها، كما قدمت للتلفزيون المصري مسلسلات، منها بريق السحاب، حارة المحروسة، المال والبنون، مارد الجبل، لعبة الحب والانتقام وغيرهم. ومن أعمالها السينمائية سفاح كرموز، عنبر الموت، الدرب الأحمر، الجبلاوي، الراقصة والسجان، أرض وشروع في قتل وغيرهم الكثير. نالت العديد من التكريمات والجوائز بمصر وخارجها. إنها الفنانة القديرة عايدة رياض. الحب هو أن تكون الآخر في ثنايا ذاتك، أن تعيش لنفسك وللآخرين معك. فعندما نتعلم الحب تسقط جبال الأنانية. نحن نحتاج في حياتنا للحب، لأنه كل شيء. لابد أن نتعلم كيف نحب، وأن نعلم لماذا نحب، وأن نستبدل طاقاتنا السلبية بطاقة الحب والعطاء. هذا ما تؤمن به الفنانة القديرة عايدة رياض. الفنانة القديرة عايدة رياض، يعني طبعا لما بنتكلم كده عن الفتاة الصغيرة عايدة رياض، اللي هي كانت في وقت من الأوقات فتاة أحلام لناس كتير، يعني خلينا نتكلم على العكس بقى. يعني انت وانت صغيرة كان مين فتى أحلامك؟ وهل انت أول يعني ما تحركت مشاعرك مع حد كان هو ده أول علاقة زواج، ولا باظت الحكاية ولا ايه؟ لا. أول حاجة كان زميلي في الفرقة طبعا. ده بالطبع يعني. يعني انت في حته كل يوم بتقعدي 7 ساعات في المسرح وهو كان سوليست في يعني شوقي نعيم اخو كمان نعيم، يعني هو معلش بقى مراته دلوقتي زميلتي برضو يعني خلاص بقى يعني كمان نعيم الله يرحمه، بس شوقي عايش لسه موجود يعني. ده كان الراقص الاول بتاع الفرقه وكده، وكان جميل ولذيذ. وهو كان يعني انا اول ما انضميت للفرقه، اول ما انضميت بقى اللي هم الشهرين 3 اللي قبل السفريه، احنا كنا قاصر واحنا مسافرين ال6 اشهر. انا كنت قاصر، يعني في جواب موجود لمدير الفرقه كان ساعتها الاستاذ راجع نايت. طبعا مدير كان يعني كان انسان جميل وانسان مثقف، وكان انسان يعني حاجه ما عندكيش فكره. لما كنا بنسافر عارفه كان يطلع الاوتيل الاول، لو ما عجبوش ينزل. كان في برستيج لينا كده، وفي لينا هيبه بجد يعني. استاذ راجع نايت واستاذ ابو العينين طبعا وجمال كامل، ناس اسامي كانوا معانا في الرحله. تمام. فما نفعتش القصه دي، يعني القصه دي باظت، ما حصلش زواج يعني. لا ده كان اول حب ليا، كنت صغيره بقى. ده كان اول ما انضميت للفرقه 15 16 سنه. طب كانت بعد كده بقى ايه مواصفات فتى الاحلام بالنسبه لك؟ كانت ايه؟ لا انا بصي،
انا ما عنديش مواصفات كده، بس طبعا السن اللي هو ال 15 اللي انا كنت معجبه فيه بشوقي، ده كان بداية تحرك يعني المشاعر الشكل يعني. الحلو أيوة. وراقص ممتاز، وده الحلم اللي هو بتاع السن ده. أيوة تقريبا أيوة يعني هو ده. أيوة. يعني بقى ال 17 بقى وال 18 بقى كان حد تاني طبعا. بس انا عشان زميلي قلت اسمه، وانا التاني مش هقدر بقى. ده هو قبل جوازي على طول من محرم. حضرتك تزوجتي مرة واحدة مش كده؟ هو المطرب الكبير طبعا راحل محرم فؤاد. طبعا. طب ازاي بقى يعني تعرفتوا على بعض ازاي؟ دي قصة جميلة برضه. بصي انا عندي على فكرة الاقدار انا بحبها جدا، لان القدر ايه اللي هيجيب الشامي على المغربي. يعني انا عمري في حياتي ما حضرت حفلة على مسرح غنائية. يعني مملكتي كلها كانت المدرسة الصبح، واجي على الفرقة. يومنا كله راح. يعني الفرقة 7 ساعات وبنلف العالم والدنيا وكده. بنعمل شهر في مصر على مسرح البالون، وده في الصيف، وشهر في مسرح عبد الوهاب في اسكندرية. فرقة رضا ترجع مصر، احنا نروح اسكندرية. احنا نبقى في مصر، فرقة رضا تبقى فين، او هكذا. يعني عندنا يوم اجازة في المسرح في الاسبوع. المسرح بيتأجر بقى، حفلات مش عارفة ايه، يوم المسرح بيتأجر. فيوم بقى من الايام يعني كنا بنعرض، كان عادي في المسرحية، وكان تحت قاعد فتحي عبد الستار كان مخرج منوعات في التلفزيون، ومحرم فؤاد وعمر خورشيد الله يرحمه. يعني كلهم طبعا الله يرحمهم. كانوا موجودين في المسرح. المسرح طبعا بعيد، انت مش هتشوفي مين، انا برقص فوق. يعني ما كنت ساعتها طبعا، كانت مشيرة ساعتها عندها انتداب تقريبا في مسرحية مع أستاذ جلال الشرقاوي، وكانت بطولتها الفنانة الجميلة وردة تقريبا. يعني فواخدة انتداب سنة. فأنا كنت بقدم الفرقة، يعني بطلع أقول سيداتي أنساتي سادتي مساء الخير. مساء الخير يا عبير، ازيك يا عبير؟ يسر الفرقة القومية للفنون الشعبية أن تقدم لك. فهو طلع على أساس أن هو عنده تاني يوم اللي هو الثلاث كان أجازة المسرح. فهو شافني بقى برقص البمبوتية او اتفرج على بروجرام، وطلع في الكواليس في الاستراحة. ايوه. ونده المدير طبعا، وطبعا محرم فؤاد قيمة وقامة يعني. فالمدير قال له البنت اللي كانت بترقص لابسة انا عايزها وبتاع، عشان هتقدم لي بكرة الحفلة في المهم طلع جالي في الكواليس ومحمد خليل وقال لي استاذ محرم فؤاد عايزك وبتاع كده. قلت لهم يا بنات عن اذنكم لو سمحتوا، استاذ محرم فؤاد عايزني، مش فاضيه لكم للدرجه دي. طلعت بقى تهريج البنات بنهزر يعني مع بعض. وطلعت وقابلته ازيك يا استاذ محرم، زي صحتك؟ قال لي تيجي تقدمي يا عايده. يعني قلت له كنت انا بقى يعني عملت مرد الجبل ومش عارفه ايه وتحياتي استاذ العزيز يعني تقريبا يعني كده. بس ما عملتش لسه ما عملتش فيلم اهل القمه. ما عمل يعني، كان لسه ما اتعملش. المهم قلت له بس انا ما اعرفش اقدم. يعني انا يعني فعلا يعني ما اعرفش اقدم حفله وطرب ومطربين حاجه. قال لا مالكيش دعوه، ده هم كلمتين انا هقولهم لك وكده وبكره قلت له يعني خلاص ماشي اوكي. انا وبنت تانية اسمها بوسي من الفرقه، خدنا احنا الاثنين يعني. فهي تاني يوم بقى جيت المسرح،
متعوده على المسرح ومتعوده على يعني المسرح بتاعنا يعني، ولابسه بقى السالوبيت حلو كده بقى. المهم فانا اول ما جيت دخلت كان استاذ عمر خورشيد داخل كده، فبص لي كده قلت له على فكره انا اللي هقدم الحفله، فعايزه اعرف انا اقول ايه، انا كنت فاكره هقدم كله بقى. ايوه. فانا لسه داخله هقعد كده مع استاذ عمر خورشيد، طبعا عمر يعني الله يرحمه كان قمر يعني. فلسه قاعده اقول له هقول ايه ويقول لي ايه، فلقيت محرم فؤاد كان الظاهر كان في الاوضه انا ما شفتوش، فانا قال لي عايده تعالي. قلت له انا بس يا استاذ عمر خورشيد يقول لي ايه الكلام اللي قال لي لا 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 انت مش هتقدمي يا استاذ عمر، انت هتقدميني انا، تعالي. وبوسي هتقدم. انا بصراحه زعلت برضه. ده بس انا برضه زعلت بصراحه يعني فهمينا عشان نبقى عارفين الخلفيات، يعني هو هنا كان بيرسم ولا كان لا مفيش حاجه خالص؟ لا ما عنديش فكره ده خالص، ده يعني ده شافني امبارح يعني ده عادي بس بتاع وطلع يعني اكيد هو اكيد طبعا تحت اكيد طبعا استظرفني برضه يعني اكيد، بس انا يعني ما عنديش فكره هو كان قاعد، انا ما شفتوش هو قاعد، انما هو طلع لي علشان اقدم. ماشي، بس خدني. انتوا بقى ازاي حصل الارتباط؟ يعني الموضوع مشي ازاي؟ ما لسه بقول يا هادي وانا لسه هقدم. طيب ايه يا عبير ايه يا عبير، لا احنا معاكي لغايه بعد بكره. وانا بقى طلعت قال لي بقى هتقولي تقريبا اقدم لكم صوت النيل، صوت كل عطاء تقريبا، صوت العندليب الاسمر كذا، يعني الجملتين بتوعي يعني. ومسرح عبد الوهاب الاوركسترا تحت اللي هي زي البير كده. ايوه. الموسيقيين تحت، ونزلنا بقى الفرقه كلها جت اجازه طبعا، الفرقه كلها اجازه، فكله جاي يتفرج على الحفله بقى، بالذات ان احنا بقى 2 كمان بنقدم الحفله من الفرقه، فطبعا الكل يجي بقى. فنزلنا تحت بقى عند الموسيقيين بقى، مع مدير الفرقه محمد خليل وانا واحمد نديم والناس فهو ابتدى يغني بقى تعب القلوب، اول مره في حياتي طبعا اتفرج على حفله لايف كده يعني. مولوده في المسرح وقاعده في المسرح، بس ما شفتش حفله زيها ابدا. شفت مثلا اوبريتات، شفت طبعا الفنانه الجميله الله يرحمها هدى سلطان، الصوت الجميل والممثله العظيمه دي كانت بتعمل اوبريتات في مسرح البالون. المهم هو طبعا كان بيبص وهو بيغني، بيبص كده يعني اللي هو الجمهور كده، هو دايما بيبص في البير يعني، افتكرني بيبص للموسيقيين يعني. محمد خليل بقى الله يرحمه كان لذيذ، قال لي على فكره عادي ده باين عليه معجب بيك، او حياه ربنا. مش انا قلت من الاول والله العظيم 3 يعني ده لسه. المهم خلصنا الحفله، فعزمني انا وبوسي، قال تيجوا معانا سان جوفاني عشان خاطر يعني عمر خورشيد واثنين من الاوركسترا القدام معاه، جروب كده نروح نتعشى. قلنا طيب نروح نتعشى معاك. اسره ايه المفيد؟ فعزمنا بقى، قال لي عايده بكره تيجي في العجمي. انا اتكسفت منه، قلت له ان شاء الله طبعا هاجي في العجمي بكره وبتاع. وانا كنت قاعده في المعموره طبعا، ماما كانت معانا يعني والعيله وعيله العيله وكده، وهدى اختي وحسن يعني الدنيا كلها بتبقى الشهر دوت بيبقى اللي بيجي كل اجازه خميس وجمعه بيجي كده يعني. فانا ما روحتش طبعا، وكان باقي على العرض 3 ايام ويخلص. انا قلت لمحمد خليل ان انا انا قاعده في المعموره مش هاجي، انا تعبانه وهطلع على مصر. استاذ محمد بقى يجي كل يوم بقى المسرح يسال عليا بتاع، بس بيتكسف انه يسال علي يعني. يتكلم مره بوسي اللي كانت معايا، يكلم مش عارفه ايه، لا دي عايده في المعموره يمكن تيجي بكره. ما يوم 3 يوم جه بقى برضو اتكسف، فراح ندى بوسي قال انا كنت باجي كل يوم اسال عايزه اشوف عايده عشان خاطر خدي ظرف اهوت وادي لعايده الظرف ده. نزلت مصر جات لي البيت وجت قالت لي بصي خدي الظرف. كان عندنا بقى بروفات في مسرح البالون، الظرف دوت وافتحي الظرف بقى شوفي فيه ايه. قلت لها طيب. فتحت الظرف لقيت $200 قالت لي ايوه $200. انا برضو $200. ايه ده؟ فبطلع انا لقيت الكارت، قالت لي انا ما جاليش كارت. ايوه. قلت لها انا جالي كارت. المهم علينا انا ما دققتش يعني. كارت ما فيش يعني حاجه مش مكتوب فيه كارت بتاعه هو يعني الظرف بتاعي فيه $200 وكارت يعني باسمه وكارت باسمه. هي $200 ما هو فيش كارت، فهي علقت، هي مستنيه افتح الكارت قدامها عايزه تعرف يعني في ايه. وبعدين
بعد بقى 14 يوم 15 يوم من البروفات في المسرح، جه الفراش بيقول لي في تليفون عشانك. انا عمري ما جالي تليفون في مسرح بالون ابدا. ايوه. طلعت الو، قال لي الو عايده ازيك مش عارفه ايه، صوت بقى كده زي عبد الوهاب كده. اهلا انا ازيك يا استاذ محرم. قال لي ايه عايده انت ايه ما انت ما مش انا بعت لك كارت. قلت له معلش انا اسفه جدا انا بتكسف وبتاع. قال لي طب بس انا عازمك على الغدا وكده، بتحبي تيجي وكده، بتحبي ايه؟ قلت له بحب الباميه وكده يعني عادي. وخرجت بقى وبكلم بوسي بقول لها ده عازمنا وبتاع، بس ما كنتش مركزه يعني. بس يعني محرم فؤاد يعني حاجه كبيره وقيمه يعني، انا برضو يعني ما جاش في بالي. وكنت ساعتها مرتبطه بصراحه، كنت بحب يعني مش مركزه يعني شويه. زي كان في مشاكل مع الاولاني يعني ديانه ومش الديانه وحاجات كده الحاجات ديت يعني، بس ايه كنت في عز المشاكل. المهم فات بقى 15 يوم تاني تقريبا يعني، وبعدين بقى بختصر بقى لقيته داخل المسرح. انا طبعا ما رحتش لا غدا ولا رحت بتاع، لان يعني اي بقى انا مش في يعني دماغك الموضوع، يعني مش في فنان كبير يعني ما جاش في بالي خالص. جالي بقى هو بقى الزار من ساعه ما شافني على المسرح، هو فعلا بيعجب فيا وبيحلم بيا. جالي بقى محمد خليل واحمد نديم وسيف عبد الرحمن والناس دي كلها. انا كنت في الكواليس بعمل بروفا، طلعت لقيت محرم فؤاد في كواليس المسرح كله بقى، المدير وهنا يعني حاجه مهمه برضو جايه لهم وبتاع. وبعدين قال لي محمد خليل قال لي بصي يا عايده محرم فؤاد معجب بيكي جدا وعايز يجي يتقدم لباباكي كده على طول. خلاص بقى. ايوه. والله انا بقى ساعتها يعني قلت له طبعا يتفضل يجي يتفضل، انا عايزه اغيظ انا مش في مخ. بس وبعدين جه بقى وتقدم لي ومش عارفه ايه بس هو يعني كان تزوج اكتر من فنانه قبليك يا ما ده ما كانش مقلق بالنسبه لك او ما؟ لا انا ما كنتش يعني ما عنديش يعني الخلفيات دي كلها. يعني ما عنديش الخلفيه دي ولا مقلق ولا حاجه ولا يعني. تمام. انا يعني انا خدتها في الاول صراحه عشان ما اضحكش يعني، كان الاول يعني غيظ في يعني اللي كان فيه اشكالات ما بيني وبينه وانا بقى محرم فؤاد في الاول يعني. بس بعد كده طبعا لما ارتبطت معاه واتجوزته طبعا حبيته طبعا يعني. اكيد طبعا اكيد حد جميل وصوته جميل وبيحبك يعني حاجه جميله أكيد برضه طبعا يعني. بس انك تقعدي برضه 13 سنه زواج بدون عمل يعني، انت توقفتي عن العمل مش كده؟ بس رجعت بعد 8 سنين. طب ليه يعني الفترة اللي انت توقفتي فيها دي يعني دي كانت رغبته هو وانت لا رغبته طبعا. هو ما قاليش كده في الاول، قال لي احنا هنتجوز وانا هعمل افلام وهغني وحاجات حلوه جدا وكده وبتاع، لكن طبعا اول ما دخلت امك في العيش ولا طارت يعني عادي. طبيعي طبعا لما تبصي برضو يعني هو فنان كبير برضو ويعني انت كنتيش متضايقه من فكره ان انت قاعده الفتره؟ لا انا في الاول طبعا كنت متضايقه اول سنه طبعا عشان انت يعني مسرح وسفريات مع الفرقه وابتديتي تمثلي حاجات كتير في بعضها وفجاه تقعدي. اول سنه كانت مقلقه شويه. ايوه. بس اتاقلمت اتعودت. كنت بسافر معاه هو يسافر لندن يسافر باريس يغني هناك، فكنت ملهيه برضه. الحاجه بقى اللي تقلقك بعد كده بعد 5 سنين مثلا انت مثلا ما جبتيش بيبي فطبعا الحاجات دي ما فيش حاجه بقى يعني شغلتني وبقيت قاعده بقى يعني متضايقه يعني. اقنعتيه ازاي بقى لحد 7 8 سنين؟ بصراحه قابلنا واحنا في لندن وده ساعدني كتير جدا لازم افتكره طبعا. استاذ يونس شلبي هناك كان بيقول له قابل محرم هناك وبيقول له محرم انا هنتج فيلم ومش عارفه ايه اسمه سفاح كرموز. ايوه ده اول رجوعي كان سفاح كرموز. فانا قلت له انا هاجي امثل معاك بقى. انا هاجي امثل معاك مش هاخد منك فلوس كده يعني. فبص لي محرم كده طبعا قال له صحيح؟ قلت له والله باختصار يعني. رجعنا من لندن وكلم محرم ساعتها برضو. تمام. واشتغلت في سفاح كرموز. عملت مع كبار المخرجين والفنانين في جيل العمالقة وتعلمت من هذا الجيل الكثير. تعلمت منهم الالتزام وأن أذاكر الدور في كل مرة وكأنه أول مرة، سواء كنت صغيرة أو كبيرة في السن أو في مساري الفني بصفة عامة. هذا أهم ما صرحت به الفنانة القديرة عايدة رياض.
الفنانة القديرة عايدة رياض، يعني بعد الانفصال بقى من الفنان محرم فؤاد، أكيد الموضوع بقى فكرة الرجوع للعمل والفن والرقص والحاجات دي أكيد كان هو ده شغلك الشاغل يعني. رجعتي إزاي وبدأتي بإيه؟ يعني اندمجتي تاني إزاي في الوسط؟ ما أنا ما نزلت بقى سفاح كرموز، قابلني في البلاتو أستاذ صلاح السعداني الله يرحمه. يعني ده كان ليه موقف برضو معايا جامد جدا. قال لي عايده انت رجعتي، انت مش عارفه ايه. قلت له يعني رجعت بس مع يونس شلبي الفيلم ده بتاع. قال لي ده في فيلم مع استاذ اشرف فهمي اسمه عدم كفايه الادله. كان في نجلاء فتحي وفي يسرا وكان في صلاح السعداني كنت طالعه مراته في الفيلم ده. فقلت له طب قلت له استاذ صلاح السعداني تكلم محرم. هو كان بيحب محرم قوي قوي، وكان في علاقه بينه وبين اخوه. ولما كنا بنسافر لندن كان بيتقابلوا هناك وبنقعد نتغدى مع بعض. يعني كان قاعد في لندن على طول. يعني ده كان لسه ما حصلش الانفصال، كل ده كان لسه ما حصلش الانفصال، ما كنتوش اتطلقتي؟ لا 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 خالص خالص لا. المهم كلمه وعملت الفيلم بتاع عدم كفاية الأدلة. وبعديه كمان في فيلم غير عدم كفاية الأدلة اسمه، كان فيه برضو مريم فخر الدين والفيشاوي وصلاح، برضو فيلم تاني اسمه مهمة صعبة جدا أو حاجة كده مش فاكرة اسمه. يعني عملت ال3 أفلام دولت وإيه يعني وقعدت بقى. يعني الأدوار كانت صغيرة وكده ومش عارفة إيه، ويعني جالي شوية إحباط يعني. فقال لي شفتي يعني تعب على الفاضي وقاسم مش عارفه ايه وبتاع. خلاص برديت بالواقع وجيت سافرت اسكندريه. احنا اللي وانا هناك في اسكندريه زار كلموا ماما في التليفون. ماما اديتهم نمره التليفون اسكندريه. رد استاذ محمد خان. انا ما شفتش ما اعرفش ما اشتغلتش معاه يعني. ما هو يا دوبك علي بدرخان والناس دي كلها. ايوه استاذ. قال لي عايده انت في اسكندريه ممكن تنزلي النهارده؟ قلت له ايه يعني؟ قلت هنزل برضو الادوار قلت له قال لي لا عايزك مهم. انا محمد خان ومخرج وبتاع. قلت له حاضر هشوف. محرم بقول له ما رضيتش اقول لمحرم بقى ان ده فيلم جديد ولا حاجه يعني. لا قلت له على فكره في مشاهد باظت من الفيلم بتاع والله نصاب انا برضه. المهم رحت بقى وقال لي لا مش هنزل مصر. قلت له طيب وديني بقى سيدي جابر اركب بتاع البيجو الطاير ده. حجزني وصلني لحد البيجو. قعدت قدامه ووصلت بقى لمصر. رحت استاذ محمد خان وكان حسين القلة المنتج. هو كان عايز يشوفني تخنت رفعت. هو قبل كان مسافر بره على فكره استاذ محمد خان وكان راجع. بس قبل ما يسافر كان شاف فيلم اهل القمه. ايوه اللي انا خدت فيه جايزه وكان معجب بالدوري جدا. ولما رجع قال فين البنت دي؟ قالوا دي متجوزه. طب قالوا بس في حد قال له انا سمعت انها رجعت بتعمل كده فيلم مع اشرف فهمي عدم كفايه يعني رجعت. فقلت طب اندهها لي بس ما تقولوش حاجه. ايوه. ووصلت بقى هناك فشافني لاني زي ما انا يعني رفيعه وكده. ومضيت واشتغلت الفيلم وتمام. قعدت بقى اصور. نسيت بقى محرم في اسكندريه وهيجي بقى يتخانق تاني. وبعدين الفيلم مش حكايه ده كان فيلم ايه؟ فيلم احلام هند وكاميليا. فطبعا مفيش مشاهد اتحرقت ولا حاجه زي ما انا قلت له. فجي يعني اتخانق شويه. قعدت طول في مصر الجديده بقى عقبال ما خلصت الفيلم. وبعدين رحت تاني البيت. وبعدين ابتدى بقى يعني الغيره هنا هي كانت السبب في الانفصال. اكيد اكيد. غلابة ولا هم كتير أحلام هي وهي وهو ولا هم أحلام وحلمهم شر ولا حلمهم ده خير وحلمهم ملكهم لكن بيجرحنا القلب بالقلب حس والكلمة طلعت بهمس
ملهمش من دي الحياة غير هي احنا، غير هي احنا وبس. تكمن أهمية السينما في كونها إحدى الوسائل الإعلامية التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع وتنقل صورته بموضوعية أكبر من وسائل الإعلام الأخرى. فمن خلال الإبداع السينمائي تتفتح الأذهان لأفكار خلاقة، فالسينما تستقي مضامين محتواها من محيط الواقع وتبعاته. كيت كات دوت فيلم يعني لطيف جدا، كوميدي ظريف. طبعاً. بس انتي في الفيلم ده يعني قدمتي شخصية على قد ما هي الناس كانت شايفاها يعني مش شخصية محبوبة أو تتحب، ولكن هي شخصية كانت بتعبر عن نموذج لزوجة، يعني زوجها بيغترب عنها، ففعلا نموذج واقعي يعني موجود برضو يعني. بس أنا هنا عايزة أسألك عن الدور، وعايزة أسألك على فكرة الأدوار الجريئة، يعني إن أنت برضو اتحطيتي في القالب ده في أكتر من عمل. انت ده كان مضايقك ولا كنت مرتاحه؟ لا ولا كنت تتمني انك ما تتحطيش فيه؟ لا 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 خالص. بالعكس، انا معايا في الكيت كات مخرج كبير زي استاذ داوود عبد السيد، وكان تاليفه. معايا نجم كبير زي استاذ محمود عبد العزيز، يعني من اجمل الافلام طبعا. وشريف منير طبعا كان موجود في الفيلم. بصي، وجهه النظر زي ما انت قلتي الدور جريء، ده من وجهة نظر الجمهور طبعا ومن حقهم. لكن ايه فكرة المخرج؟ هو ليه فيلم الكيت كات ثابت كده مع الناس وفاكرينه وحابينه وليه بصمة؟ ليه؟ لأن المشاهد اللي فيها حب وفيها، كان دايما أستاذ داوود عبد السيد، لأن السينما مخرج. عمق الدراما بتاعت المنطقة بتاعت البنت والحارة والدنيا والحاجات دي، العمق بتاعها ايه؟ البنت دي اتجوزت حد مثلا من بره، دفع جرى لهم 10,000 جنيه واتجوزها ومشي وخلاص انتهت. هي بقى يعني فقدت، يعني اتجوزت، يعني يا دوبك المبلغ اللي اتاخد والفقر والدنيا، فقدت كل حاجة. استاذ داوود عبد السيد لما جات بيقول لي في المشاهد اللي هي الجريئه دي، يعني قد ايه المخرج ده يعني عظيم بجد. قال لي عايده بصي، انتي فقدتي كل شيء، اتجوزتي باي حد واي حاجه، ولكن اللي في الحاره ده حب عمرك. حب عمرك. شريف منير اللي هي بتروح للضريح وتقول له نولهولي نولهولي، يعني واحده فقدت كل حاجه والدنيا والفقر. قال لي عايز مشهد حب مع الحب، مع الشكل كله، مع القبلات. قال لي عايز، يعني هو المشاهد اللي هي بتقولوا عليها جريئة هي مشاهد صادقة من اتنين بيحبوا بعض، ايا كان بقى الصورة اللي وصلت للجمهور يتكلموا، انما دي عايزة اقول انها عايشة لحد دلوقتي عشان مشاعر اللي هي الحب، مش اللي هي ابتذال. يعني هي مش بنت بتعمل اكروبات واوداع وابتذال، لا دي بنت. يعني استاذ داوود بجد كان بيقول لي عايده هو انت ما حبيتيش؟ قلت له لا طبعا حبيت. ازاي بقى؟ قال لي عايز اقوى مشاعر. ده انت بتروحي للضريح للولد ده وتقولي نولهولي بس، وانا مش حب حياتك راح بلاش يعني. فلا انا في الفيلم ده كنت سعيده بكل الملحوظات اللي كان بيقولوها لي، ما كنتش متضايقه. بالنسبه للناس انت عارفه طبعا احنا في عاداتنا وتقاليدنا وبرده فيهم الحتت ديت ونقولوا كذا كده، كمان كنت سعيده جدا بالفيلم ده وخدت جايزه عليه. نتكلم بقى عن فيلم تاني برضو مهم، وهو اللعب مع الكبار مع النجم الكبير طبعا الزعيم عادل امام. يعني طبعا فقولي لنا برضو ازاي يعني تعاملتي من خلال هذا الدور، وهنا كان في يعني انتوا حتى وانتوا بتضربوا بعض بتضحكونا، يعني انتوا كنتوا ضربتوا بعض في فيلم اولا في الكافيه، يعني فيلم واقعي 100%، فيلم من الحياه. هو ليه الفيلم بقول لك انا محظوظه جدا، لان حتى الفيلم بتقولي ان ده جريء، فيلم بتاع الكيت كات جريء، طب ما برضه بتاع استاذ عادل امام جريء بس واقعي. يعني
ازاي بقى جالي الفيلم؟ طبعا انا كنت في الاستوديو الاهرام، كنت بصور فيلم الجبلاوي مع استاذ كمال الشناوي، وكان استاذ عادل امام في البلاتو اللي قدامي، وانا يعني بقاله يومين بيصور. انا بقول لك خجوله جدا، عايزه اروح اسلم عليه، وانا اتقابلت معاه انا ومحرم، وكنا على العشاء، وكان في محمود عبد العزيز، بس كان على العشاء كده وشفته بنسلم كده، بيسلم على محرم واحنا قاعدين يعني. بس يعني دلوقتي انا دخلت عملت افلام وكده، عايزه اروح اسلم عليه، مكسوفه يعني. انا مش من نوع اقدر اخش البلاتو يعني لا صعب يعني. فمره كده طلع انا بره رايحه الكانتين، فلقيت استاذ عادل امام لابس روب بينك كده قمر، قلت بس هو بره البلاتو واقف يتهوى. تليفون، ايوه استاذ عادل ازي حضرتك؟ قال لي اهلا، ازيك يا عايده؟ قلت له قال لي على فكره، من غير ما اقول له حاجه يعني، ازيك يا عايده؟ على فكره انا شفت فيلم احلام هند كمان. قلت له بجد؟ شفت الفيلم؟ ما كنتش متخيل انه هو يشوف. قال لي طبعا، ما كنتش هايله فيه يا عايده. قلت له طالما بقى انا هايله بقى يا استاذ عادل، انا عايزه الباسبور. قال لي ايه الباسبور ده؟ ايه باسبور؟ قلت له عشان اشتغل معاك، ده الباسبور بتاع اي فنان في الدنيا اشتغل مع استاذ عادل امام. قال لي عينيا يا عايده، في اول وقت اول فرصه تجيلي انا حاجه تليق عليكي هبعت لك. تمام. والله. هو ما فاتش بقى سنه، عشان هو كان بيصور فيلم، ويعني 8 اشهر كده وراح باعت لي على الفيلم لا معكم. لا معكم. يا حبيبي يا حسن، قد كده بتحبني؟ بحبك ده ايه؟ ده وقت حب، ده انت داخله على مشرح. واحنا بقى بنصور المشهد المشهور الجميل دوت. طبعا انت عارفه ان انا رياضيه وبتاع، وطبعا استاذ شريف عرفه طبعا مخرج، كان شاب مخرج جميل، وعمل لنا المزونسين بتاع المشهد. وان شوت يا حد قطع معين لما بيشيلني بيحطني على فبنعمل كروكي كده على المشهد وبتاع وكده، فبنعمل كروكي كده، هو يعني بيعمل لي كده وكده، وانا بعمل رجلي كده بشطلوط كده. قال لي عايده انت رياضيه خلي بالك عشان قاعدين معايا. قلت له لا ما تخافش يا استاذ عادل طبعا. واحنا بنبتدي المشهد بقى لقيته راح ماسكني هبدني بجد، فرحت قايمه ماسكاه بقى بالروسيه، طلعت لحد فوق بالروسيه، قلت ده جدي بقى وبتاع. كان الضرب طبيعي بشكل يعني فظيع، يا حد ما شالني بقى وحطني على استاذ عادل امام. يعني انا سعيده ان جات لي فرصه اتكلم على فنان كبير، فنان رمز الفن في الوطن العربي وفي العالم. الفنان الكبير دوت كان بيقف قدامي في الكلوز بتاعي، في الفيري بيج كلوز، يعني ممكن يكون الفنان مش موجود. أيوة. وانا اتخيل انه موجود. والله انا قلت له استاذ عادل حضرتك اتفضل، انا والله زي ما اقول لك. قال لي لا يا عايد انا هقف لك عشان اديك الاحساس الصح. ده الفنان الكبير. عبقرية العمل الدرامي تكمن في قدرته على إقحام المشاهد داخل أحداث العمل، وخصوصاً مع تقديمها من خلال ممثل محبوب له شعبية وبطريقة جذابة ومشوقة. وتختلف الدراما عن الإعلام في الأمور المتعلقة بالموضوعية، حيث أن قدرتها على توصيل المعلومة تكون بشكل غير مباشر ينتج عنها الاندماج الوجداني والامتزاج العاطفي مع العمل. الفنانة القديرة عايدة رياض، خلينا نتكلم شوية عن التلفزيون أو أكتر يعني شوية عن التلفزيون. بيسا في المال والبنون يعني شخصية لا تنسى، يعني المسلسل ده عموما الناس ارتبطت يعني من خلاله بالنجوم بأسماء الشخصيات، يعني كل نجم بقوا من الناس حافظينه باسم الشخصية. فأنتي بيسا علمت مع الناس. لا بيسا ده أنا بعمل مسرحية في الصعيد، أنا وسيد زيان ونجم محمد نجم. والله المسرحيه وقفت ربع ساعه، الجمهور في الصعيد هناك يقول لك بيسا والقصر. والله انا فوجئت، والله فوجئت. يعني في الصعيد كان يوم جميل، وقفنا نعمل مشهد المال والبنون هناك وكده. لا طبعا بصي يعني المال والبنون ده مسلسل خطير صحيح. وانا المؤلف طبعا يعني حاجه فظيعه. ده كل مشهد فيه نجوم
ما فيش مشهد ما فيهوش نجوم. صحيح، مش العمل اي كله كان نجوم. مليان نجوم. عبد الله غيث وحمدي غيث ويوسف شعبان ورجاء حسين واحمد عبد العزيز، يعني مش عايزه اقول لك بقى، والجزء الثاني كمان. لا لا لا، ده ما فيش مشهد ما فيهوش نجوم. صحيح. سعد أردش الله يرحمه ممثل عبقري. صحيح. طريقته ما كان بيقول بيسا، كله خرج بعد كده يقول لي بيسا بطريقته. ايوه. لا لا، ده كان فيه عمالقه عمالقه. قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. كان عندك برضو حظ حلو ان انت برضو اشتغلتي في جدا اعمال جدا. ناجحه. لا، في حظ طبعا. عائله الحاج متولي، هوانم جاردن سيتي، حاره المحروسه، ابو البنات، يعني كلها اعمال الحقيقه كانت فعلا في الثمانينات تقريبا. كانت طبعا الثمانينات تسعينات. كانت حاجات مميزه جدا في الدراما التلفزيونيه. التلفزيونيه. طبعا محمد النقلي طبعا مخرج جميل يعني في التلفزيون بصراحه يعني. وفي احمد صقر طبعا. لا لا، في عندنا في التلفزيون مخرجين جامدين. تمام. ايه اكتر الادوار اللي فعلا بتعتزي بيها قوي في الاعمال دي؟ بصي، انا على فكره يعني الحظ طبعا حالفني، بس انا كمان مع الحظ انا اجتهدت جدا. ان مفيش حاجه لازم، انا بذاكر زي التلميذه. بذاكر زي التلميذه في الدور، يعني ابقى بلعب كلام، ولو في اي كلام مثلا صعيدي لكنه مش مستساغه عندي بفضل يوم وافضل اعمل ستريس على اللي انا مش عارفاه واحفظه تماما انا واللي قدامي. يعني جات لي فتره من الفترات مثلا زمان ما كنت صغيره، كنت مثلا بذاكر زي البغبغان. لو كلمه غلطت اعمل ستوب. اتعلمت مع الوقت طبعا مع الخبره ان لازم ابقى فاهمه. لازم ابقى فاهمه الدور، حتى لو ممكن كلمه بدل كلمه تبقى موجوده وابقى حافظه. يعني انا بصراحه مع الحظ اللي جالي، بس انا استغليت الحظ واجتهدت وذاكرت. ومفيش فنان هيستمر ولا هيستمر في الفن الا اذا كان مجتهد. صحيح. حتى دلوقتي مثلا ادوار اللي بيعملها امهات، خالات، يعني الحاجات، الادوار اللي بتيجي ادوار برضو صعبه جدا وفيها كلام بطريقه معينه. انت عارفه الام وحنانها وشجانها. يعني بصي، مفيش حاجه، مفيش حد بيوصل الا لما بيتعب، يجتهد طبعا وبيذاكر طبعا. مهما عالي شأنه.
لو احنا اتكلمنا عن المسرح يعني، او لازم يعني نتوقف عند طبعاً. المسرح برضو يعني، بعيدا بقى عن الفرقه القوميه للفنون الشعبيه، لكن انت كاعمال مسرحيه تمثيليه مثلتي فيها، في مثلا واحد ليمون والتاني مجنون، في بوز ولوز، في انا وهي والكمبيوتر. لكن لو احنا اتكلمنا عن رصيد هنلاقي رصيد قليل مقارنه بالتلفزيون والسينما. لا هو مش قليل قوي. هو عندك جوز ولوز، وعندك واحد ليمون والتاني مجنون، وعندك في مسرحية تانية انا وهي والكمبيوتر. لا غير دي، سوا مش جايب اسمها دلوقتي. طيب بس لا كانت انا يعني اعمال واحمد برضو بدير تعتبر قليله. وسعاد ناصر وكده الله يرحمها. لا في تقريبا يعني 5 6 مسرحيات. تعتبريهم دول يعني كافيين بالنسبه لي؟ كان المتاح، لان انا يعني قعدت فتره يعني من كتر ما انا اتعلمت ان المسرح ده التزام في الفرقه القوميه ومدربه على ايد روس، اعرف ان المسرح ده التزام. فلما دخلت في السينما وعملت الكيت كات والليمون كبرى حاجات، خايفه ارجع للمسرح عشان عارفه قد ايه يعني انا هبقى مسؤوله، يعني تمام. هبقى مسؤوله وكده. فكنت برفض. فعلى قد ما جه الوقت وجا النصيب كنت بعمل بس اكيد كنت بتبقي سعيده لو تقفي على خشبه المسرح تاني. في الاول ما كنتش عايزه بصراحه يعني، بس استاذ حسن حسني واستاذ احمد بدير كانوا وسعاد نصر كنا بنعمل فيلم. انا اتعرفت عليهم كنا بنعمل فيلم، وكان المسرحيه اللي بيعمل بروفاتها لسه احمد بدير، كانت بيعملوا بروفات، ما اعرفش كان معاهم حد تاني والحد التاني اعتذر، فجم قالوا لي صدفه كده معاهم، قلت لهم لا المسرح لا وكده، وبس ربنا بقى خلاني اكون موجوده على فكره. بس تعبت جدا كممثله على المسرح بالرغم ان انا بنت مسرح. لكن لا يعني خدت برضو صعاب وغلطات وحاجات كبيره جدا، وفي حاجات هحكي لك تضحكي عليها. حي عليكم يا ستات، مش حاطين يافطه ان دي اوضه الستات ليه؟ كان ممكن اغلط وادخل الاوضه الثانيه لولا سمعت صوت. لا مفيش غلط ولا حاجه، ما دي اوضه الرجاله. انت بتعملي ايه هنا يا نصر؟ قصدي دي اوضه الستات. بس خلصي عشان عايزين ننظف ونقفل على طول الاوض. بس انا عايزه اعمل شويه ريلاكس. انا لما كان المسرحيه تبتدي انا مذاكره زي المسطره كده، فكان لسه اول اسبوع من المسرحيه لما الناس تبتدي جمله احمد يقولها ويبتدي الضحك، انا ما اعرفش ان انا لازم استنى، انا برد على طول عشان اعرف ان انا مذاكره. ما اعرفش طقوس المسرح ان هم لسه اول اسبوع بيدوروا على مناطق الضحك ومناطق الافيهات وكده، انا ابيض يا ورد ما عنديش فكره. فتيجي سعاد نصر تيجي تقول لي ايه عايده، لما تلاقي مثلا في حسن حسني بيقولوا او احمد بدير والناس ابتدت تضحك، استني ما الناس تضحك يا ستي، ما احنا هتقولي جملتك وانت حافظه وكل حاجه. لا خلاص حاضر يا سعاد، عينيا لان في البروفات الاولانيه طبعا المخرج كان بيقول لي صوتك مش نافع خالص، انت بتبسبسي، انت لازم اخر واحد في المسرح يسمع صوتك. انا كان مفيش. بقيت اتدرب وبتاع وكده، خلاص فتحنا بقى، قلت لها حاضر. تيجي تاني يوم بقى يبتدي في تنفس للضحك، فانا سايباهم يضحكوا، وبعد ما يضحكوا يزططوا واروح رده. يجي احمد بدير ينده سعاد نصر، يا سعاد والنبي ايوه، يبقى عندها سنس مش توقع المسرح لما بنوقفه تاني. يعني انا خدت دور، يعني قعدت شوفي قعدنا شهرين نعمل بروفات ومذاكره وكده، بس ما تخشي بقى في الحياه العمليه في حاجات انت لازم تتعلميها. صح بعد كده بقيت استاذه. أكيد. اول ما الاقي الايقاع وقع ابهدلهم كلهم في المسرح. لا الكلام ده مش مظبوط. مش مظبوط؟ لا طبعا. ليه يا هانم؟ عمال تتكلم وانا سايباك من الصبح. لا يا هانم، بيت الشعر ده مظبوط، انا جايبه من ميدان الشعر. ميدان الشعر اللي هو الميدان اسمه الديوان. هو ده. مش مظبوط اللي بتقوله ده. مش مظبوط؟ امال ايه اللي مظبوط؟ انا هقول لك. قولي لي لو سمحتي. لا تكلم الاصلع ولا تاخد منه نصيحه، لو ربك بيحبه كان خلى راسه صحيح. انا عاوزه اسال حضرتك برضو عن تصريح قلتيه ان انت بتحبي تشتغلي مع نادية الجندي ومحمد رمضان وياسمين عبد العزيز، يعني انت حطيتي كده مجموعه من الاسماء، قلتي انا برتاح وبحب اتعامل مع الناس دي، ليه بقى؟ انا طبعا فنانه نجلاء فتحي وفنانه ميرفت امين ويسرى بحبهم جدا،
والفنانه ناديه الجندي انا ما اشتغلتش معاها خالص، بس انا يعني بحبها كفنانه وبحب نجاحها وطموحها وانها هي فنانه دؤوبه وبتنقي ورق حلو. فنانه جميله طبعا، والفنانه الجميله نبيله عبيد ليها افلام جميله وفيها ليها حاجات استعراضيه بتعجبني جدا. يعني راقصه والسياسي دي انا بحبها جدا. بحبها، في مواضيع في السينما حلوه، والممثلين دولت أدوا وعملوا بصمات حلوه جدا جدا يعني. طب يعني من الصغيرين بقى قلتي محمد رمضان وياسمين عبد العزيز، اشمعنى الاثنين دول؟ لا بحب طبعا عشان اشتغلت معاهم. بحب طبعا منى زكي جدا، خالتي فرنسا عملت معاها. لا احب طبعا. بصي ياسمين عبد العزيز فنانه جميله، فنانه جميله وطبيعيه وحنينه ومش غيوره، ما بتبصش لحد ولما تلاقي مساحه لحد يعني. ودي نجمه كبيره برضو، نجمه سينما. ياسمين عبد العزيز نجمه سينما، نجمه شباك. يعني ما فيش عندنا بنت يعني اكتر واحده هي ياسمين عبد العزيز، يعني اللي هي بتبقى ممكن تشيل فيلم لوحدها، ودي حاجه مش بسيطه بالنسبه لها يعني بالنسبه لياسمين عبد العزيز. شايفه انه لا ما فيش اسامي تانية لا طبعا ازاي، لا في وجوه جديده كمان لذاذ قوي. لا تشيل فيلم، يعني تشيل فيلم زي ما انت بتقولي، تبقى بطله الفيلم. بطله فيلم في طبعا في منى شلبي، في نيلي كريم، في منى زكي طبعا انا قلت. وطبعا على رأس ده كله عبلة كامل. طبعا عبلة كامل طبعا دي حاجة. وانا يكفيني مع احمد زكي، كفايه يكفيني الكام مشهد بتوعه دول يعني في تاريخي موجودين. يعني احمد زكي، استاذ عادل امام، يعني دولت كلهم. انا اشتغلت مع عمر الشريف كمان، حنين وحنان. ايوه يعني قد ايه انا محظوظه بقى. صحيح. عايزه ايه بقى؟ نور الشريف، محمود عبد العزيز، محمود ياسين، لا فاروق الفيشاوي، لا استاذ صلاح السعداني، لا ده انا طبعا جميل. هو عموما هو مشوار فعلا جميل، ومشوار مليان يعني ملامح حلوه، ومشوار مليان بخطوات يعني ثابته. فاحنا بنحييكي وسعداء جدا ان انت كنتي معانا النهارده، وانا هخليكي في الاخر انت اللي تقولي لعايده رياض كلمه. هتقولي لها ايه؟ هقول لعايده رياض كتري اكتر من التسامح، وانسي اي ألم، وبصي لقدام، وربنا بيدي كل واحد على قد نيته. وانا بحب مهنتي جدا كراقصه وكممثله، كممثله مسرح وممثله تلفزيون وسينما. وانا فخوره وسعيده جدا بكل حاجه عملتها، كل حاجه عملتها فخوره بيها. ويكفيني كده حب الجمهور اللي هو اهم حاجه عندي، بالتاكيد اهم من كل شيء. حب الجمهور اللي بلاقيه في اي حته، في اي حته في الوطن العربي بروحها بلاقي مثلا، يعني انا بتخض، يعني بتخض والله، اذا كان في المغرب ولا الجزائر ولا دبي ولا تونس، البلاد اللي رحتها دي يعني عارفيني قوي. طبعا من خلال طبعا اعمالي مع الفنان الاستاذ عادل امام ومحمود عبد العزيز ومحمود ياسين ونور الشريف، طبعا اعمالي معاهم. والسينما بالذات بتبقى السينما دي تاريخ، يعني عامله لي شهره من غير اي حاجه. صحيح. يعني من غير اي حاجه. صحيح. فانا سعيده، فبقول لعايده استمري، ودايما يعني تسامح دايما معايا على طول، وبنسى كل اي حاجه. وربنا الحمد لله الصحه والستر بديوني، بشكر ربنا على كل شيء، بشكر ربنا على كل شيء، على الصحه والستر وحب الناس، دول اجمل حاجه في الدنيا. وبرب كده بس يسترها معايا كده. يعني ما سالتنيش ما بخافش من ايه. طب يلا قولي لنا. حسيت بقى ان انا يعني سالتك حاجات يعني كتيره صعبه، فقلت بلاش. لما يكبر يعني نفسي مثلا يعني حد يكون جنبي، يعني حبيبتي ربنا يملى حياتك بالناس الحلوه. اهم حاجه انها تكون ناس حلوه وبتحبك، واحنا كلنا بنحبك، وسعداء جدا ان انت كنتي معانا النهارده. شكرا. شكرا. فنانة قديرة
أثرت المكتبة المصرية الفنية بأجمل الإبداعات رقصاً وتمثيلاً بالدراما التلفزيونية والسينما والمسرح، فنالت حب الجماهير والمشاهدين وحصدت الكثير من الجوائز والتكريمات. إنها نجمة الفرقة القومية للفنون الشعبية بمصر سابقاً، الفنانة القديرة عايدة رياض.